توفيت جوسلين وايلدشتاي المعروفة بلقب المرأة القطة بسبب ملامحها الناتجة عن عمليات التجميل المتكررة عن عمر ناهز 84 عاما. أكد شريكها لويد كلاي أنها توفيت أثناء قيلولة في 31 ديسمبر 2024. ولد جوسلين بريست في لوزان، سويسرا عام 1940. اشتهرت عالميا بعد زواجها من الملياردير وتاجر الأعمال الفنية أليك وايلدشتاين في عام 1977، وأنجب طفلين، ديان وأليك جونيور. انفصل الزوجان في عام 1997 في طلاق تصدر العناوين، حيث حصلت جوسلين على تسوية مالية بلغت 2.5 مليار دولار و100 مليون دولار سنويا لمدة 13 عاما. بدأت جوسلين رحلتها مع عمليات التجميل في أواخر السبعينيات، حيث أجرت عملية رفع جفونها. تكهن الكثيرون بأنها كانت تسعى لتغيير شكل عينيها لتصبح مثل عيون الوشق الذي كانت تحتفظ به كحيوان أليف. رغم اعترافها بإجراء بعض العمليات، أكدت أنها لم تكن بمقدار ما تم الترويج له في وسائل الإعلام. في عام 2018 تقدمت بطلب لحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، مدعية أن رصيدها البنكي كان صفرا، على الرغم من التسوية المالية الكبيرة التي حصلت عليها بعد طلاقها. توفيت جوسلين في باريس نتيجة انسداد رئوي.